هل تخيلتم أنكم تسيرون في مدينة تضج بالحياة؟ أصوات الكهنة المصريين ترتفع من المعابد، وفي الساحات يجلس الفلاسفة اليونانيون يناقشون أسرار الكون. سفن التجارة ترسو بالميناء، والكتب تملأ مكتبة وصفت بأنها أعظم مكتبة في العالم القديم. هذه ليست خيالاً، إنها الإسكندرية البطلمية. بدأت القصة مع الإسكندر الأكبر سنة 332 قبل الميلاد، وبعده حكم البطالمة مصر لقرون. شيدوا معابد مهيبة مثل إدفو وفيلا، وأقاموا مكتبة الإسكندرية التي جمعت علوم الشرق والغرب. كانت مصر آنذاك منارة للعلم وقلبا نابضا للتجارة، حتى سميت سلة غذاء العالم القديم. ومن بين ملوكهم لمعت نجمة كليوباترا السابعة، الملكة التي أبهرت العالم بجمالها وذكائها، وحاولت أن تحفظ استقلال مصر في وجه روما. الحضارة البطلمية يا أصدقائي لم تكن مجرد تاريخ، بل كانت قصة لقاء بين قوتين عظيمتين تركت لنا آثارا تهمس حتى اليوم. أن مصر في كل عصر تظل أرض المجد والحضارة.